معنا في الاستوديو استشاري التغذية العلاجية والسمنة ومدير مركز الرجيم الإماراتي الياباني الدكتور سمير سامي. صبحك الله بالخير يا دكتور. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. رمضان كريم. الله أكرم، كل عام وأنتم بخير وأنت بخير والأمة الإسلامية كلها بخير وأنت بألف خير يا رب. دكتور، يعني إيش في أنسب من رمضان عشان الواحد يخفف وزنه وينتبه على عاداته الغذائية؟ إذا إحنا 3/4 اليوم أصلا ما بتاكل، لكن اللي بيحصل فعليا وحقيقة هو العكس، الناس وزنها بيزيد في رمضان. يعني هل هو فعلا رمضان هذه الفترة السحرية للواحد اللي حاطط في باله شيء ويبغى ينفذه مثلا في العادات الغذائية وخسارة الوزن؟ فعلا هو كذا ولا إحنا غلطانين؟ لا صح، كلامك مظبوط. هو فعلا للي هو حاطط في باله وناوي ومستحضر النية إنه عايز يغير نفسه في رمضان. أيوة. كان في لقاء مع حضرتك نهاية رمضان اللي طاف، قلتي قبل رمضان باربي وبعد العيد بارني. فإحنا في أول رمضان وبننبه الناس اللي هي شايفه نفسها باربي دلوقتي، أيوة. تحافظ على نفسها تبقى ايه؟ ايوه، باربي لاخر الشهر. واللي هي بارني قدامها فرصه تبقى ايه؟ باربي لاخر الشهر برضه. طب لو مش عايزه تبقى باربي ما تبقاش بارني بلس. ايوه حلو. طيب على الاقل على الاقل ايوه دي فرصتها. فشهر رمضان فرصه للتخلص من عادات كتير غلط، سلوكيات كتير غلط، فرصه للتخلص من الوزن الزائد، فرصه للتخلص من شحوم الجسم، شحوم الدم، شحوم المخ كمان. لا لحظة. شحوم المخ ايش علاقتها بالموضوع؟ هنفصل الثلاثة وهقول لك على شحوم المخ. المخ. نبدأ بشحوم المخ. نبدأ بشحوم المخ. ما سمعتيش بيقول لك في واحد مخه تخين؟ ايوه. ليه مخه تخين؟ لا حتى المخ بيضعف. بس احنا بنقولها ايه؟ شحوم المخ مجازا. ايوه. لأن اللي هو عنده شحوم مخ ده يعني مقافل مخه، بيقول انا لا ما اقدرش ابدا حياتي وما اقدرش ابدا يومي الا لما اعمل كذا، اكل كذا، اشرب كذا، قهوه، اشرب قهوه، ادخن سيجاره ادخن مثلا. سيجاره، الله ينور أيوة. عليك. فده عنده شحوم في المخ. فشهر رمضان فرصه يعدل له الطبقه بتاع الشحوم الوهميه النفسيه اللي على مخه. أيوة. ازاي؟ جينا عندنا في شهر رمضان كام ساعه؟ ما يقارب من 15 او 17 ساعه انقطاع عن كل السلوكيات والعادات الخاطئه اللي الشخص موهوم ان هو ما يقدرش يعيشها لما ينفذها. سواء كان بيدخن او بيشرب، سواء كرك او منبهات او قهوه او غيره. فدي فرصه نتخلص من العادات او السلوكيات بتاعته. نيجي لشحوم الجسم بقى. في انتشر قبل كده حاجه اسمها الصيام المتقطع. ايوه. دي فرصتك انك جايلك الصيام اللي هتاخد عليه حسنات وهتتخلص من وزنك. فانتهز الفرصه دي. بس انت محتاج تعمل ايه؟ شويه ترتيبات وتمشي باسلوب علمي صحي. ايوه. الناس ما بينها اختلافات كتير، وعشان نكون عادلين في القول، في ناس مظلومه في وزنها، ممكن يكون اكلها ضعيف، ممكن تكون فعلا ما بتاكلش ولكن وزنها ما بينزلش. فدول نعملوا ايه؟ يرجع يسالوا آل الذكر، يسالوا آل العلم، يرجعوا للاستشاري متخصص، يقولوا والله احنا يعملوا تحاليل، فحوصات، ياخدوا من الجانب العلمي وخبره المتخصصين. واحنا في بلد ما شاء الله جميله موفره النعم بالليل وبالنهار في المجال الطبي والصحي، سواء بالتليفون في استشارات هاتفيه، أيوة. التطبيب عن بعد، وفي التطبيب مش عارف في المنزل. يعني وما هو صار شيء صعب انه الواحد يروح اذا شاف فعلا انه عنده مشكله في نقصان الوزن، يروح مجرد زياره على اي عياده ويعمل تحاليل ويشوف النتائج. صحيح. طيب دكتور، بعد كذا احنا المشكله انه احنا ما عندنا الامور الوسط، يا تلاقي ناس بيعملوا دايت شديد خلال فتره رمضان عشان العيد ننحف، عشان لبس جميل. العيد، عشان الجمعات وعشان غيرها. بس المشكله لانه الدايت فعلا يكون شديد فالواحد ما بيستمر عليه شهر رمضان ويوقف، او العكس. يعني رمضان كمان معروف بالموائد والسفر والحلويات وغيرها. كيف نعمل الكنترول؟ احنا اليوم نبغى نصائح فعاله. جميل. دكتور، منطقيه واقعيه، ما هي يعني احلام، انه احنا فعلا نستمتع بالموجود بس في نفس الوقت نحافظ على الوزن او ممكن نقلل حتى. تمام. هيكون في خطوات اللي هم الاشخاص العامين اللي هم وضعهم الصحي ثابت، اللي ما عندهمش مشاكل صحيه، مع ان في بعض الاختلافات ما بين الناس. ايوه. ايه هي الخطوات؟ اذا كان في لمه وفي جمعه وفي احراج فعادي كل، ولكن كل باعتدال دون اسراف. طيب لو الامور تحت سيطره ايدك والجو مهيأ ليك، يبقى تبدا بنظام غذائي صحي. النظام الغذائي الهدف منه ايه؟ انه ينقص وزنك. طيب سبحان الله، لو تشوفي في السنه المحمديه للرسول صلى الله عليه وسلم، قال انه كان بيفطر على تمرات، وما قالش العدد بقى، سابها ايه؟ يا اما عدد فردي، يا تمره، يا 3، يا 5، يا 7. طيب انت عندك وزن زايد، خليك في اللي هي تمره. أيوة. بلاش اللي هي 7 وفيما فوق. أيوة. طيب يبقى خدنا تمره.
شربنا ميه، اتبعنا السلوك الاسلامي في الفطور، خدنا لبن، خدنا شوربه. الشوربات انواع، في شوربات دسمه وفي شوربات قليله الدسم. خلينا في شوربه الخضار اذا امكن، والبدائل بتاعتها، شوربه حب الهريس، شوربه الشوفان، شوربه العدس، دي كلها شوربات متاحه. ادي معدتك فرصه انك تروح تنتقل وتتنبه وتستعد ان في جاي عليها اكل. هتلاقي الجسم بدأ يصد، يحصل بالامتلاء بالشبع، مش هتهجم، مش هتكمل أيوة. هجوم، مش هتصرف في السعرات الحراريه اللي بعدها. ايوه ايوه ايوه. تيجي بعدين بعد ما تصلي المغرب تقدر تيجي تاخد الاكل المتزن اللي هو الهرم الغذائي اللي احنا قلنا عليه، بيكون منوع، بيكون فيه عنصر البروتين موجود، عنصر الخضار موجود، عنصر الفاكهه موجود، ويفضل ان يكون قليل الدسم. في كتير اجهزه طلعت، في تجهيزات الاكل ازاي تطهي الاكل بشكل شهي طيب، ايوه، دون اضافه دهون. اي الاير فراير او القلايات الهوائيه او حتى في الفرن. الله ينور عليك. ممكن الواحد يحط الاكل سمبوسه بالفرن. سمبوسه بالتحديد في الفرن او بالقلايه الهوائيه تطلع ممتازه. حتى انا دايما في وصفاتي بكتب كده. ايوه، بكتبها بنفس الاسلوب اللي حضرتك قلت عليه. ونراقب نفسنا بقى مع ازاي نشوف دي وجبه الفطار. بعد التراويح ممكن نيجي ناخد سلطه فواكه. الفواكه مقسمه قسمين، فواكه عاليه في السكريات وترفع الوزن، وفواكه اخر شيء السحور، بس لانه ما عاد عندنا وقت. طيب تمام. بعد الفواكه هذا على الساعه مثلا 12 10 12 11 كذا، صح؟ صحيح. بعد التراويح. تمام. طيب بالنسبه للسحور؟ بالنسبه للسحور، السحور في حديث سمعته في بعض الاذاعات الاماراتيه هنا وتاكدت من صحته، ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فوجبه السحور انا بقول عليها ايه؟ صحه ولياقه ورشاقه وحسنات. ايوه. اللي يتسحر وزنه هينزل، اللي يتسحر مزاجه هيتعدل، اللي هيتسحر الله وملائكته هيصلوا عليه. الله ان شاء الله. الله، شكرا جزيلا لك يا دكتور على كل هذه المعلومات. ويمكن اهم نقطه يمكن ذكرتها ونشدد عليها، انه الواحد يكون عنده بريك ما بين يفك ريقه او يقطع صيامه وبعد كذا يبدا ياكل، يكون في شويه بريك. شكرا جزيلا لك استشاري التغذيه العلاجيه والسمنه ومدير مركز الرجيم الاماراتي الياباني دكتور سمير سامي، اعطانا نصائح لخساره الوزن في رمضان.